السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل معاكم مربى الجزر ومربى البرتقال، يا رب تعجبكم. وهعمل معاكم جيلي البرتقال برضو، كاستر كده طعمه جميل قوي. إيه دلوقتي انا بصوا المربى عامله ازاي، ما شاء الله عليها. ده تعتبر انا عامله مهلبيه كده برتقال تحفه قوي، ولو جربتوها تعجبكم ما شاء الله عليها. انا اول حاجه هبشر الجزر. انا معايا كيلو ونص جزر اللي انا كنت جايباه مع المشتريات. الجزر ده بضربه خالص، يعني بخليه ناعم خالص من الناحية الناعمة خالص. انا عايزاه بشره يكون ناعم مش تخين. هبشر كل الكيلو ونص كلهم، انا كنت غسلاهم ومنضفاهم، بس بقى ببشر الكمية اللي معايا اهي. ومعايا برضو برتقانة دي، انا هاخد القشر بتاعها بس، مش بتك عليه قوي عشان مش عايزة اللي جوه، انا عايزة القشر بس اللي بره. ما شاء الله جميلة. ان شاء الله لو عجبكم فيديو النهاردة اعملوا لايك واشتراك في قناة يوميات بيت العيلة عشان يوصلك كل جديد. بص انا بشرتها اهي، البرتقانة اهي، ركنتها بقى وخدت ايه البشرة بس بتاعتها، القشرة دي فضيتها. معايا تعتبر الطبق العلبة بتاعت البشرة بتاعت اللي ببشر بيها. إيه خدت مليتها مية كده فضيتها على الجزر، ما حطيتش اكتر من كده. وهنزل بكده الا ربع سكر. بس كده. ان انا تعتبر الفيديو ده انا ما كملتهوش كله، ايه عشان ما صراحة ما كانش في حد يصورني. بس هو طريقته سهلة اكتر، ما انت بتحط نص ليمونة والجزر والمية والبرتقال ده كمان انا هعمله مربى. يعني انا ولا بشيل القشر ولا اي حاجة، انتوا جربوه بالطريقة دي هتعجبكم قوي. وقطعته كله، كل الكمية اللي معايا انا قطعتها. انا كان عندي كنت جايبة قفص برتقال وخدت منه حبة حلوين كده وقطعتهم وقلت اعملهم مربى جزر ومربى برتقال. عملت منهم مربى دي ومربى دي، وعملت بيها تعتبر جيل البرتقال. هتشوفوا كل حاجة هوريها لكم. بص هو اصلا كده كده البرتقال مش مستحمل، هو كله اصلا سكر لوحده. يعني سكره، يعني انا مش هكتر سكر قوي فيه عشان هو سكره كويس معايا. انا عايزاه بالقشر وعايزاه باللي جواه. انا قطعت، بص انا معايا تعتبر في حدود كيلو ونص برتقال برضو. كل الكمية اللي معايا هقطعها. ان شاء الله هيعجبكم فيديو النهاردة، فيديو جميل وخفيف كده. انا بعمل المربى في البيت، ما بحبش اشتريها برضو من بره. كل حاجتي انا بعملها في البيت، حاجات بسيطة كده وما بتاخدش وقت. خدته شطفة بس بسيطة مطرح ما انا قطعته، ونزلت برضو عليه بالسكر اهو. يعني يعتبر كده انا خدت كيلو ونص سكر على الجزر والبرتقال، مفيش اكتر من كده. وحطيت بقى المية، كوبايتين مية كده عليه، هو هينزل كل المية اللي فيه اصلا. وسبت بقى الجزر، حطيت عليه نص ليمونة كده، ليمونة كده يعتبر هي الليمونة اصلا نص ليمونة، الليمونة مش كبيرة قوي. واديته تقليبة وغطيته، مش هفتح عليه خالص لغاية ما يستوى. وكمان البرتقال نفس الكلام، ان انا حطيت عليه السكر وعصرت عليه الليمونة واقلبه واغطيه. اسهل طريقة لعمل المربى في البيت. نزيد بشوية السكر كمان عشان ايه، يبقى انا كده كملت يعتبر الكيلو ونص اللي انا قايله لكم عليه. يعني كيلو الا ربع هنا وكيلو الا ربع هنا. بس كده انا هوطي عليه واسيبه يستوى خالص. وبعدين ايه هتلاقيه هو اصلا اتهرى لوحده واستوى لوحده اصلا. ده برتقان، انا عامله عصير برتقان كده. هعصر كل البرتقان اللي معايا ده. العصارة دي انا مكنتش بطلعها غير في رمضان بس. بضرب بقى العصارة، بضرب البرتقال. بس انا كنت بعد العصارة انها حسيت ميلت مني كده. بس هي سريعة قوي، العصارة دي كنت جايباها بالكهرباء. يعني سريعة، يعني بتبقى حلوة في رمضان. بعمل عليها عصير البرتقال. بص ما شاء الله جميلة ازاي. وطريقة العصير ده لو انت عايز تعمل اي حاجة سريعة ما بتاخدش اي وقت، اكتر ما بتحط كيس فانيليا وشوية نشا
على البرتقان، وبتقلّبي كلّه والسكر بس، وبتعلّقي عليها على النار، بترفعيها على النار بقى، وتخلّيكِ ماشية بالمضرب، ما بتفصليش المضرب، بتفضلي ماشية عليه على طول لغاية ما إيه، ما تلاقيه لَف معاكِ، وبعدين بتعبّيه في الأطباق. أنا كده خلاص أهو الكمية أهي، نزلت عليهم بشوية سكر مش كتير يعتبر كوباية وربع بس سكر، وهانزل برضه بكيس الفانيليا والنشا. بُصّي حبة يعني شوية نشا صغيّرين مش كتار أوي، وقلّبتهم كويس. بُصّي حاجات بسيطة وما بتاخدش أي وقت. أنا كده قلبته ورفعته على النار، وقعدت أقلب كويس، ونزلت بكيس الفانيليا وأقلب كويس برضه لغاية ما الاقيه تقل معايا كده لف معايا. بُصّي يعني ما شاء الله ما خدش وقت خالص، ولو أنتِ عايزة تعملي أي حاجة حلوة سريعة في البيت هي دي ما فيش أسرع منها، وتغيير كمان. يا رب يكون عجبكم فيديو النهارده، فيديو جميل وهيعجبكم أوي، ولو عجبكم اعملوا لايك واشتراك على قناة يوميات بيت العيلة عشان يوصلكوا كل جديد. أنا كده خلّصت كده النهارده، وحطّيت تزوقيه بقى بشوية مكسرات من عندِك. بس كده أنا خلّصت النهارده، مع السلامة، أشوفكم على خير بإذن الله.